عباد الله، تمر علينا الأيام وما أسرعها، تمر علينا الأيام وما أسرعها، وتمضي الشهور علينا وما أعجلها، وما هي إلا أيام قلائل، ويهل علينا شهر مبارك وشهر عظيم بأجوائه العبقة، وأيامه المباركة الوضاءة، ولياليه الغر المتلألئة. فيا لها من مناسبة كريمة تصفو فيها النفوس وتزكو فيها الأرواح، تفتح فيها الجنان وتغلق فيها أبواب النيران، وتصفد فيها الشياطين، وتتنزل فيها الرحمات، وترفع فيها الدرجات، وتغفر فيها الزلات. فلله الحمد والشكر على كرمه وعلى جوده أن جعل لنا مواسم عظيمة للطاعات، ومنها هذا الشهر المبارك الذي سوف يهل هلاله علينا بعد أيام، شهر الخيرات، شهر البركات، شهر الطاعات، خير الشهور وروضة الأخيار. يا مرحبا بهدية الغفار. رمضان يا رمزا لكل فضيلة، فيك الجنان تزف للأبرار. رمضان أهلا قد تطاول شوقنا، لسناك تكسو الأرض بالأنوار. عباد الله، أيها المسلمون المباركون، وصايا ووقفات قبل شهر الخيرات والبركات الذي تنتظر النفوس المؤمنة الصادقة بلهف وشوق وترقب. الوصية الأولى يا عباد الله، أيها الأخ المبارك الكريم، عليك أن تبيت النية الصالحة على أن تكون في رمضان أفضل حال يرضاه الله سبحانه وتعالى من ترك للحرام ومن تقوى لله التي هي أساس عظيم وسبب كبير لفرض الصيام علينا من رب العالمين، لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهي فعل المأمورات وترك المحظورات، هي التقوى. هذه هي الله بنية الصالحة. يا عباد الله، النية أساس العمل، ونية المؤمن يا عباد الله أبلغ من عمله. كان الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة يوصي ولده ويقول: يا بني أنوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. فما الذي نويت أن تكون عليه يا عبد الله في رمضان إن أحياك الله؟ ما الذي تحدث نفسك به قبل رمضان؟ ما هو جدولك الذي قد نويت عليه في نهارك وليالي رمضان؟ هل هو عزم على ختم القرآن مرة ومرتان وثلاث وأكثر؟ هل هو عزم على المواظبة على صلاة الجماعة وإدراك تكبيرة الإحرام؟ هل هو عزم على المحافظة على السنن الرواتب؟ هل هو عزم على العمرة؟ هل هو عزم على المشاركة في إفطار الصائمين؟ هل هو عزم على المحافظة على صلاة التراويح وأن لا تضيعها مثل كل سنة لأجل مسلسل وفيلم ومباراة ومسابقات؟ أم عزم على النوم والرقاد نهارا، والسهر في الملاهي والمقاهي والملاعب ليلا؟ أم نويت على مشاهدة عدة أفلام ومسلسلات في شهر الخيرات والبركات التي قد بدأت لها الآن الدعايات والترويج لها؟ أم سهر نويت على السهر على القيل والقال والغيبة والنميمة؟ فاحذروا يا عباد الله، فاحذروا من هذه النوايا، فإنما الأعمال بالنيات والأعمال بالخواتيم. قبل 4 سنوات قرأت جدولا لأحد الفضلاء الذي توفاه الله قبل رمضان بأيام، وكان قد أعد الجدول الرمضاني قبل رمضان، أعد له برنامجا في شهر رمضان، عدة ختمات وصلاة للإشراق
ومكوث في المسجد ومن أعمال للخير والبر، فمات رحمه الله قبل شهر رمضان بهذه النية الصالحة، بهذه النية العظيمة. ومن الوصايا: ادعو الله يا عبد الله وتضرع إليه وانكسر بين يديه، وابتهل هذه الأيام قبل رمضان ومع بداية رمضان أن يعينك الله على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر الأعمال الصالحة، فإنك والله لن توفق ولن تعان على هذه الأعمال إلا بتوفيق الله لك، وليكن شعارك: وما توفيقي إلا بالله. قال العز بن عبد السلام رحمه الله، قال: والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله، فكيف يصلوا إلى الله بغير الله؟ فكيف يصلوا إلى الله بغير الله؟ إذا لم يكن عون من الله للفتى، إذا لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده، وإن كان عون الله للعبد واصلا تأتي له من كل شيء مداده. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تأملوا معي يا عباد الله وصية رسول الله لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، أوصاه بأن يدعو بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فلا عون لك على الصيام ولا القيام ولا صالح الأعمال إلا بتوفيق الله لك وإعانته لك. فكم نعرف وتعرفون شبابا أصحاء ويرفعون الأثقال في الصالات الرياضية لساعات طوال، وهم يعجزون على أن يقوموا لصلاة التراويح نصف ساعة أو ساعة، وحرموا من فضلها لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. نصف ساعة أو ساعة يصليها المسلم التراويح مع المسلمين تكتب له 8 ساعات قيام عند فاطر الأرض والسماوات. وقوله عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولمن لم يحافظ على صلاة التراويح حرم أيضا هذا الفضل العظيم. ومن الوصايا: حدث نفسك يا عبد الله، حدث نفسك بحلاوة اللقاء ولذة الأنس ومعانقة الصيام، لتبعث في نفسك الشوق والحنين إلى شهر الخيرات والبركات، كشوقك إلى لقاء حبيب طال انتظاره حتى تهون عندك العبادات وتلين عندك الطاعات، فتؤديها ذائقا حلاوتها ولذتها من قيام وصيام وذكر وتلاوة للقرآن، ولسان حالك: وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. نسأل الله الإعانة والسداد والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، وأن يبلغنا وإياكم ومن نحب شهر الصيام والقيام ونحن في أتم صحة وعافية وأمن وأمان. ومن الوصايا يا عباد الله قبل شهر الخيرات: عليك يا عبد الله معرفة قدر هذا الشهر المبارك، معرفة قدر شهر رمضان. ماذا قال الله عن فضله، وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضله؟ فإنك إن لم تعرف فضله وقدره لم تجتهد في استغلاله. فشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فشهر رمضان في أول ليلة تفتح باب الجنان ولا يغلق منها باب، وتغلق أبواب الجحيم ولا يفتح منها باب، وتصفد الشياطين ومردة الجن. وفي شهر رمضان عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وفي شهر رمضان للصائم دعوة عند فطره لا ترد، ومن صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيه ليلة خير من 1000 شهر. فضائل رمضان لا تعد ولا تحد، وهي كثيرة جدا. فاحرص أيها الأخ المبارك
أن تقرأ هذه الأيام وتستمع إلى فضائله لكي تعرف قدر هذا الشهر العظيم ومنزلته لتحرك همتك لاغتنامه. ومن الوصايا أخيرا يا عباد الله، احذر أيها المسلم المبارك في كل وقت وحين، وخاصة في شهر الخيرات والبركات، احذر أن تصاحب الكسالى والبطالين الذين يضعفونك عن التشمير والاجتهاد في شهر رمضان. وليس هناك يا عباد الله، وليس هناك أضر على السائر إلى الله من صحبة الكسالى والبطالين وأصحاب المعاصي. فالصاحب ساحب، والمرء على دين خليله، والقرين بالمقارن يقتدي. وقد أمر الله خير خلقه صلى الله عليه وسلم بصحبة المجدين في السير إلى الله وترك الغافلين الساهين اللاهين. فقال سبحانه موصيا له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ماذا؟ يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها الأخ المبارك، لا تصاحب إلا مؤمنا كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم سخر لنا خير عبادك، اللهم سخر لنا خير عبادك من يكون عولا لنا على طاعتك. هذا وصلوا وسلموا على رسول الله كما أمر المولى سبحانه وتعالى بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.